السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في أمريكا أو في ولاية ساوث كارولاينا بدأ موسم الصيد، العادة بيبدأ بالشهر آخر شهر 9 لشهر 1 موسم صيد الغزلان. فليش بيصيدوا الغزلان هنا؟ احنا ليش بنصيدهم؟ عشان كنت يعني نتحكم بالعدد تبعهم، طبعا كل ما زادت الغزلان في البلد لهم مضار، طبعا الحوادث بتزيد مشاكل الغزلان، فاحنا شو بنعمل؟ بنتحكم انه كل واحد مسموح له انه يصيد 5 غزلان في السنة. فعن طريق هاي طبعا افضل انه يتحكموا بها عشان ما تزيد الغزلان، كله يعني ذاك حتى ابني دعم هذاك اليوم غزال وكسر له السياره، فبيحاولوا يسيطروا عن طريق انه يسمحوا لنا بالصيد، حتى الصيد له اوقات معينه وحتى له شروط معينه، انه عدد 5 غزلان مثلا ما يزيدوا عن 5، ويكون ذكر مثلا لازم يكون يصيد الذكران. انا بشوف الغزال بعرف انه ذكر ولا انثى من شكله ببين على طول. هاي اول نقطه. ثاني نقطه له ساعات معينه، مثلا بالليل ممنوع الصيد، عادة تراجع اول من ضوء النهار يعني الساعه 5 الصبح للساعه 6 المساء او 7 الباقي ما بصير الصيد. فطبعا احنا الغزال بدي احكي لكم نقطه، الغزال عاده بيكون بيطلع قدامه، فبكون اي شيء يعني بشك فيه بخاف بهرب. فهين شو بنتبع طريقه امريكيه للصيد، هي طريقه الشجره هاي، انك تتعلق فوق على الشجره. شايفين كيف الاستاذ بنحطه هناك، بتحطه فوق وبتقعد عليه تستنى فيه من يجي. عدد الغزال ما بتطلع فوق، بتطلع قدامه امامه. طبعا عشان اطلع على الشجره في عندي الحدايد هاي، شايفينها يا شباب؟ هاي الحديده بتشتريها سعرها $2، بتحط كذا وحده، طلع كيف بتحطها في الشجره، شايفين كيف؟ بتحطها في الشجره، بتحطها هيك وبتلفها هيك بتشيلها، وهيك صارت موجوده. طبعا عشان نطلع هي طلع كيف صارت؟ هي عندي الاولى، هي الثانيه، شايفين كيف؟ هاي الثالثة، هاي الرابعة. هي عم بطلع وبقعد فوق على الشجرة، بقعد فوق عادي، بطلع فوق وبقعد وبستنى الغزال. طبعا عشان بدي السلاح، هذا الحبل تبع السلاح، بربط السلاح تحت وبطلعه معي، بشده وبطلعه، وبدي اخلص بنزل السلاح. حبيت افرجيكم كيف طريقه الصيد، هاي افضل طريقه متبعه لصيد الغزلان، وان شاء الله حوافيكم في حاله صيد الغزلان ان صدت ان شاء الله، ان شاء الله بصيد ان شاء الله. استودعكم الله، معكم اخوكم ابو انس محمد الرحال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.